إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يتحدث إليكم الزميل أحمد متسائلا عن دواعي إقدام الحكومة الإريترية تقديم بداية الاحتفال بعيد الاستقلال في نهاية أبريل خروجا عن المألوف وما جرت عليه العادة في السنوات السابقة. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية يزور السودان، ومجلس الأمن يرجى النظر في شكوى السودان ضد الإمارات العربية المتحدة. الحوثيون يصعدون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن اشتباكها مع مسيرات حوثية. وانفجار يؤدي بحياة 6 أشخاص في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو. كانت لكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قام نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف بزيارة إلى السودان مطلع الأسبوع الجاري. وخلال الزيارة التقى بوغدانوف بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة بورسودان. وأشار بوغدانوف إلى أن زيارته قد تؤدي إلى زيادة التعاون بين روسيا والسودان، وعبر عن دعمه للشرعية القائمة في البلاد المتمثلة في مجلس السيادة، وذلك وفق ما جاء في بيان مجلس السيادة السوداني. وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، فإن الزيارة تأتي لإضفاء الشرعية والدعم للجيش السوداني الذي يقود حربا مستمرة ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية. كما أن الزيارة تأتي وسط تضارب المعلومات حول الموقف الروسي مما يجري في السودان، لا سيما بعد تردد الأنباء في تورط مجموعة فاغنر الروسية في تعدين الذهب بشكل غير قانوني. وكانت روسيا قد أبدت رغبتها في الحصول على قاعدة عسكرية بحرية في شرق السودان في عهد نظام الإنقاذ، وهي المحاولة التي لم يكتب لها النجاح بعد سقوط نظام البشير. ونبقى في الشأن السوداني أيضا، فقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للأعضاء 15 الاثنين الماضي للنظر في شكوى تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة يتهمها فيه بتقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع، إلا أن المجلس أرجأ مداولاته بشأن الشكوى إلى شهر مايو الجاري بناء على طلب تقدمت به بريطانيا. وعقب الاجتماع قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة تناشد جميع الدول بما في ذلك الإمارات للتوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان، محذرة من أن أزمة بأبعاد هائلة تتشكل حاليا. أفادت شركة إمبر البريطانية للأمن البحري الاثنين بأن جماعة أنصار الله الحوثي استهدفت بصواريخ سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر. وقالت الشركة إن سفينة شحن الحاويات التي تم استهدافها كانت في طريقها من جيبوتي إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية. وتشير تقديرات الشركة إلى أنه تم استهداف السفينة بسبب العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة لها وإسرائيل. وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن استهدفت سفينة شحن أوروبية. من جهة ثانية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اشتبكت الأحد الماضي مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر،
مضيفة أن المسيرات شكلت تهديدا لسفن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، بالإضافة إلى تهديد السفن التجارية في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أكد في بيان أن قواته نجحت يوم الخميس في إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 بصاروخ في سماء محافظة سعد شمال اليمن. هذا وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفنا في البحر الأحمر تقول إنها تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. قالت شركة هرموت تيليكوم إن انفجارا على جانب الطريق أدى إلى مقتل 6 من موظفيها في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو يوم الأحد الماضي. وذكرت الشركة أن موظفيها قتلوا في هجوم بقنبلة على جانب الطريق في منطقة جارس بالي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، بينما تشير أصابع الاتهام لحركة الشباب والتي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات مماثلة في السابق. هذا وتنفذ حركة الشباب أعمال عنف في الصومال منذ ما يقرب من 20 عاما، وتشن هجماتها على أهداف مدنية وعسكرية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يتحدث إليكم الزميل أحمد متسائلا عن دواعي إقدام الحكومة الإريترية تقديم بداية الاحتفال بعيد الاستقلال في نهاية أبريل، خروجا عن المألوف وما جرت عليه العادة في السنوات السابقة. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرينا الدولية في باريس، ومنها أنا أحمد شريف أحييكم في حلقة جديدة في برنامج متابعات. ونتابع هذه المرة عزيز المستمع وعزيزة المستمعة ما فاجأتنا به مجموعة هيكدف في أسمرة، وهي التبكير والاستعجال والاحتفال مبكرا بأعياد الاستقلال 33. لذلك تابعنا هذا الخبر الذي كان ملفت، وكان لابد أن نتابع هذا الحدث. لماذا نستغرب عزيز المستمع وعزيزة المستمعة أننا خلال 32 عام جزءا من أعياد الاستقلال كنا شهود عيان، بل كنا من صناعه ومن من يدير ذلك العمل في الاستقلال، وهذه مفخرة ومحمدة نشكر الله عليها. ولأننا كذلك خارج الوطن العزيز في المهاجر والشتات عيوننا تشرئب أكثر مما كنا عليه داخل الوطن، حيث تصبح أحيانا المعاصرة حجاب. استغربت كثيرا مع غيري من الذين يتابعون أحداث الوطن ما الذي دفع مجموعة هيكدف هذه المرة أن تبكر وتحتفل وأن تحتفل عزيزي المستمع عفوا مبكرة، ولم يأتي ما يبعد، ونحن نودع شهر أبريل نيسان. فقد فاجأتنا مجموعة هيكدف في أسمرة تحديدا باحتفال بهيج، احتفال شهده ساحة الفاتح من سبتمبر في العاصمة الإريترية أسمرة، واحتفالا وإعلانا بإيذان احتفالات الاستقلال رقم 33. لذلك هنالك أشياء ومستجدات حتى في الرؤى تقريبا. لكن قبل هذا وذاك دعونا نؤكد عزيزي المستمع وعزيزة المستمعة أن الاحتفال بعيد الاستقلال على الرغم من ما تعانيه البلاد من أزمات سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية إلى غيره، إن الاحتفال بعيد الاستقلال لا ينقص أو لا يؤكد أننا متماهون ومؤيدون لما يحدث في الوطن ولما تدير به عجلة الدولة
هذه المجموعة التي تنكرت لكل شيء: وصايا الشهداء، أمانات الشعوب، أحلام الاستقلال، استحقاقات الاستقلال بشكل عام. ولذلك فإن الاحتفال في هكذا أوضاع هو واجب وطني. لكن دائما أنا أقول نحتفل بما ولكن علينا أن نتساءل ونطلق التساؤلات ونطالب بالاستحقاقات، ونطالب بتنفيذ وصايا الشهداء، ونطالب بحقوق الشعب في الحرية، في العيش الكريم، في الديمقراطية، في الشفافية، في حرية الاعتقاد، حرية التعبير، حرية الحركة، في التنافس السياسي الشريف بما يحفظ للبلاد عزتها ومجدها ويضعها في الطريق الصحيح. طبعا ما في شك، ليس هنالك من يدعي اليوم فيقول إن البلاد تسير على هدي من الرشد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. البلاد تعيش أسوأ ظروفها. نعم، هنالك استقلال عمد بالحرية، عمد بدماء الشهداء، وتأكدت حرية هذا البلد سياسيا وسياديا كذلك، ليس في ذلك شك. ولكن استحقاقات الاستقلال عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة هي في مفترق الطرق ل33 عام. أهو دخلنا على العام 33 ولا يزال المشروع الوطني يعني فاقد اتجاهه وفاقد مساره. على الرغم من هذا وذاك لا بد أن نحتفل بعيد الاستقلال. لماذا نحتفل بعيد الاستقلال؟ تأكيدا على احترام وتمجيد أولئك الشهداء الذين سلمونا وطنا حرا عزيزا، وطنا يعني فيه كل معاني الاستقلال والقيم التي ضحوا من أجلها. بعد 91 نعم المسار انحرف تماما، وهذا الانحراف لا يعني أنه تنكر لوصايا الشهداء، وعلينا واجب وطني أن نعالج ذلك المشكل الوطني إعلاميا، ونزيل الستار عن أولئك الذين يعني لحد إلى هذا اليوم البصيرة عندهم ليست واضحة. ولكن الاحتفال بعيد الاستقلال لا يعني التنازل عن وصايا الشهداء وعن استحقاقات البلاد، واعترافا وتأكيدا بسيادة الدولة وحريتها. نعم، إريتريا نالت استقلالها بتضحيات جسيمة، بتضحيات غالية جدا، ولا تزال حتى اليوم، لأن الطريق غير ممهد للدولة الديمقراطية، الدولة الحرة، الدولة الإريترية الحقيقية، التنافس الشريف، الاستثمار، العمل من أجل إريتريا ومستقبلها ومن أجل الشعب الإريتري. على الرغم من أن المسار متركب الطريق، ولكن علينا في مثل هذا أدعى بنا أن نقف في أعياد الاستقلال ونمجد الاستقلال، التحرير كذلك الناقص، الاستقلال كامل ليس هنالك أدنى شك، بل معمد بالقانون والاستفتاء المنقطع النظير أو الاستفتاء المشهود الذي كان الشعب الإريتري صوت ب99.8 بنعم للاستقلال. وحتى تلك النسب التي ضاعت ربما تكون يعني لعدم عدم التمكن من معرفة أين يوضع البطاقة الحمراء والبطاقة الزرقاء أين توضع. وحتى أنا شاهد عيان أنه هنالك من الجنود الذين يعني أبسلوا في ساحة النضال وضعوا لا للاستقلال، وضعوها الحمراء، خطوها في الصندوق بتاعت نعم للاستقلال. وهناك من حاول أن يتخلص من نفسه، يعني لأنه عندما قيل له أنت وضعت البطاقة في المكان غير الصحيح، فاستنكر هذه المسألة وقال كيف ذلك، وأخذ سلاحه وكاد أن يقضي على روحه، لأنه يعني استشعر استشعر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب. لولا لطف الله وانتزاع عدد من المقاتلين سلاحه لراح في ذلك. أخطاء من هكذا هي التي نسبة معينة قالت لا للاستقلال، وقد يكون هنالك من لم يعترف بالاستقلال، ولكنها قلة لا تعني شيء في 99.8%
ملايين من الناس صوتوا، حتى الذين كانت لهم وجهة نظر في تنظيم الجبهة الشعبية آنذاك والحكومة الإريترية المؤقتة من ذلك التاريخ حتى حينه. هنالك العدد الهائل تجاوز عن كل المرارات وصوت بنعم للاستقلال. هذه إذاعة إرنا. لذلك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، هنالك من يقول هذا احتفال لا يعنينا وهذا خطأ، هذا احتفال يعني كل الشعب الإريتري. احتفل بعيد استقلالك وفي نفس الوقت طالب بالأشياء التي هي ناقصة في الدولة، التي نعم قد يكون 99.8% من استحقاقات الاستقلال هي خارج صندوق الدولة اليوم. وبالتالي علينا أن نمجد الاستقلال ونحتفل به، ولكن نحتفل بوعي ونطرح كل التساؤلات. لماذا تنكبنا الطريق؟ لماذا تنكبت هذه المجموعة؟ وإلى أين نسير؟ ثم ماذا بعد؟ كمية من التساؤلات علينا أن نطرحها. من هذا شيء لا بد أن نؤكده. أولا نأتي للاحتفال المبكر بعيد الاستقلال. أنا في تقديري أن هنالك مستجدات داخل الوطن، ربما هذه المجموعة طبعا هي تفاجئنا بما لا يسر الشعب الإريتري وبما لا يسر حتى أصدقاء الشعب الإريتري، ولذلك اعتدنا أن نحتفل حتى على المستوى الإعلامي في فكرة وفلسفة الدولة المجموعة الحاكمة، يعني ربما 9 أو 10 أيام قبل 24 مايو، وتحديدا أتذكر في 17 أو 16 من مايو كل عام تبدأ الاحتفالات الرسمية لعيد الاستقلال، ابتداء من الإعلان في ساحة الفاتح من سبتمبر، أو الإعلان عفوا في سينما أوديون أو سينما أسمرة. يتم الاحتفال بليلة البدء لأعياد الاستقلال. وكنا بحمد الله سبحانه وتعالى إنه كنا جزء من الذين يقدمون ذلك الاحتفال، ولذلك أنا لفت انتباهي إنه ما الداعي أو لماذا أقدمت مجموعة هيكدف الحاكمة اليوم في أسمرة أن تحتفل بعيد الاستقلال رقم 33 في نهايات أبريل. هنالك شيء، والجديد في ذلك أن الاحتفال لم يبدأ في القاعات المغلقة في سينما أوديون أو سينما أسمرة أو سينما روما كما جرت العادة، لكنه تم الاحتفال به في ساحة الفاتح من سبتمبر وسط حضور كبير من الشباب ومن الأطفال ومن أولئك الذين يعني ما كانوا يشهدوا ساحة الفاتح من سبتمبر إلا قبل 4-5 أيام بأعياد الاستقلال أو ب24 من مايو في ساحة الفاتح، وتبدأ الاحتفالات في القاعات المغلقة في دور السينما. وكان هنالك من يخرج من الفرق والفنانين إلى الأقاليم والمدن الكبرى في الأقاليم أو عواصم الأقاليم، ويجرون فيها الاحتفالات الغنائية، الاحتفالات المهرجانات الاحتفالية المعهودة. لكن اللافت في هذا الاحتفال أنهم بدأوا مبكرا. ربما تكون هنالك مفاجآت في أعياد الاستقلال لا نعلم بذلك، ولكن سنتابع. نأتي الآن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة للتعليق على الشعار الذي أقيم تحته هذا الاحتفال. يعني الشعار باللغة العربية ضمان السلام بالتصدي وحسنة السلام بمختي، شيء من ذلك باللغة التجرينية. أنا حقيقة توقفت في الترجمة ضمان السلام بالتصدي، ودوما أقول إنه هذه المجموعة شعارات تقودها إلى شر أعمالها، بمعنى يعني الشعارات تترك حتى الذين ناموا عن الفعل السياسي أو الذين يحاولون أن يتقاضوا الأمر ويقولوا لك خلاص ناس حزب البهجة والمسرة يرقصوا، أو أولئك الذين يعني كفروا بكل شيء وسيبك من إريتريا وسيبك من استقلال وما إلى ذلك. هذه الشعارات سبحان الله يعني لحكمة يعلمها الله
دائما يعني تضع المجموعة في قدرها. يعني عندما نقول ضمان السلام بالتصدي، أنا لن أعلق على الترجمة الموجودة. أولا حتى بلغة التجرينيا يعني الشعار ركيك جدا ولا يتماشى مع مع الأشياء المستقبلية، مع تطلعات الشعب. دائما الشعارات كما تعودنا دائما، سواء كان في الإعلام، في البرلمانات الإقليمية، في الاجتماعات، دائما تنطلق من الواقع الموجود حول هذا الاستشراف، استشراف المستقبل واستشراف الأمل والحلم وهكذا. هذا غائب جدا. يعني ضمان السلام بالتصدي أول ترجمة يعني تعبانة جدا جدا ولا تتماشى مع ذلك. ودائما الشعارات هي تأتي من مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بين قوسين. ولذلك يعني حتى أصبحوا لا يجتهدوا في الشعارات. يعني شعارات لا تعبر ولا تعطي بصيص أمل بالنسبة للمستقبل أن هنالك شيء مختلف تماما. يعني ولذلك هذا الضمان، ضمان السلام بالتصدي. أي سلام لو قلنا السلام الشكلي موجود في إريتريا ما في شك، يعني مقارنة بما تعيشه دول الطوق، الدول المجاورة لإريتريا، هنالك سلام. يعني ليس هنالك احترابا بينيا، لكن هنالك احتراب آخر، احتراب الحاضر مع المستقبل، احتراب التاريخ مع الحاضر، احتراب إنه الدولة تعيش حرب ناعمة. ماذا يعني خروج الآلاف من الشباب؟ ماذا يعني خروج الأسر من الشباب؟ ماذا يعني عدم تمكن آلاف من الكفاءات والعلماء والخبراء والمفكرين والسياسيين والشيوخ والدعاة لا يستطيعوا العودة إلى بلادهم؟ أليست هذه حرب؟ أين هو السلام؟ وأين هو الضمان؟ وأي شكل من أشكال التصدي الذي يتحدثون عنه؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. طبعا دائما الشعارات عندما تكون مرتبطة بما تعيشه دول أخرى، دول الجوار ودول الطوق، هذا يعني أننا نحن مكبلون ونعيش أوضاع تلك الدول ونسقطها على الواقع. هذا ما درجت عليه مجموعة هيجدف ل33 عام. لحد الآن أنا شاهد عيان لكل الشعارات وكل الخطابات، حتى عندما كنا في الداخل وفي الخارج. لم أقرأ ولم أترجم ولم أشاهد وأسمع شعار يرتبط بالمستقبل، يرتبط بتطلعات المستقبل للشعب الإريتري، بالاستحقاقات المستقبلية، بالأشياء العلمية الفكرية الاستراتيجية بعيدة المدى. كل الشعارات تعبر عن الواقع الذي تعيشه إريتريا. صحيح قد يتساءل الفرد وكيف نحلم بمستقبل ونحن لا نتماهى مع الواقع؟ التماهي مع الواقع ليس بهذا الشكل، لأنه الواقع هو قف مكانك، بل بالأسوأ البلاد تسير نحو الهاوية أكثر مما هي عليه الآن في كل المجالات. صحيح ليست هنالك حروب أهلية، ليس هنالك مجموعة مسلحة يعني لا يستقر فيها المواطن، وهذا ما نرفضه تماما. ليس هنالك خلاف داخل الجبهة الداخلية في المجموعة الحاكمة، حتى لو كان لا يؤثر على دولاب العمل. ويعني إذا ألقينا بنظرة عابرة حتى على دول الجوار الموجودة، كلها تعيش حروب وأزمات داخلية. إريتريا سليمة من ذلك، وهذه السلامة هنالك من يحاول أن يعطي يعني استحقاقات أو كريدت كما يقال للمجموعة الحاكمة. أنا دائما أعزيه إلى الشعب الإريتري، الشعب لأنه هو شعب واعي وشعب يحب السلام، ويعني يحاول أن يبتعد عن الحرب والمواجهات. وإلا بما تمارسه هذه المجموعة الظالمة الجائرة القاهرة كانت البلاد الآن، مش هذا العام وقبله 33 عام، كانت كلها ممكن تعيش حروب بينية. لكن هذا يعني تقدير، وهذا حق يحفظ للشعب الإريتري. ولذلك كان من سوء الطالع أو من حظها يعني من حظها غير العاثر، وهو عاثر من ناحية أخرى،
أن حكمت هذه المجموعة هذا الشعب المسالم الودود الذي يحاول ويتطلع أن يحقق أمانيه وأحلامه بالسلام وبالمطالبة بعدم إدخال البلاد في مآزق ومهالك ومنعطفات خطيرة باسم الديمقراطية وباسم الحرية وباسم الاستحقاقات. ليس هنالك عاقل يطالب أن تنزلق البلاد إلى الهاوية باسم الديمقراطية أيا كانت ولا باسم الاستحقاقات. صحيح هنالك جور وهنالك ظلم مكشوف. إريتريا تعيش فساد إداري، فساد سياسي، فساد أخلاقي وفساد ثقافي وحدث ولا حرج. ولكن عفوا المحافظة على أمن وسيادة البلاد والتصدي لكل المؤامرات هذا حق يعني يعود إلى الشعب الإريتري وليس إلى هذه المجموعة الظالمة الحاكمة. من سوء حظها أو من حسنها الطالع هذه المجموعة ربنا أداها شعب مثل هذا الشعب الذي أحيانا يتنازل حتى عن أدنى حقوقه من أجل السلام، من أجل الاستقرار، من أجل عدم الانزلاق. وهذا التنازل طبعا تولدت عنه تنازلات إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. سنعلق على مجريات الاحتفالات كيف ستكون عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وسنتابع. ولا أقول أننا دخلنا في برامج الاستقلال، هذا على هامش المتابعات فقط. وددت أن أعلق لماذا أو ما هي توقعاتنا لأعياد الاستقلال، لأن المجموعة الحاكمة ارتأت أن تحتفل بأعياد الاستقلال مبكرا خروجا على المألوف تماما. نحن دايرين المجموعة دي تخرج عن كل تقاليد، تخرج عن ظلمة، تخرج عن جورة، تخرج عن الهيمنة، تخرج عن الإذلال وعن القهر، وتبشر هذا الشعب بشيء مما يمكن أن يأمل به ويحلم ويتطلع نحو المستقبل. وفوق هذا وذاك أن تصان كرامة الإنسان، كرامة المواطن الإريتري في كل الاتجاهات، كرامته السياسية، كرامته العقدية الدينية، كرامته الاقتصادية، كرامته الاجتماعية، وكرامته الثقافية، وكرامته كذلك الجغرافية ولذلك عزيزي المستمع سأتوقف هنا، وللحديث بقية، وكل عام والبلاد بخير. سنلتقيكم في برامج قادمة. حتى ذلكم الحين هذا أحمد شريف يحييكم من إذاعة إيرنا الدولية في باريس، مع تحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإخراج والإشراف العام. تحياتنا وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إيرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي أعود وأذكر بعناوين الأخبار. وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية يزور السودان، ومجلس الأمن يرجع النظر في شكوى السودان ضد الإمارات العربية المتحدة. الحوثيون يصعدون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن اشتباكها مع مسيرات حوثية. وانفجار يودي بحياة 6 أشخاص في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا.